السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا حبايبي يا اولى اعدادي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله النهارده موعدنا مع الدرس الخامس يا باشمهندس هندسة الاشكال الرباعية، باذن الله نحلوه باسهل طريقة ممكنة. يلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتشير الفيديو مع كل اصحابك علشان الدال على الخير كفاعل الخير. يلا بينا نبدأ. ما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات. سمي بالله. قال لك قاعده: مجموع جميع الزوايا في اي شكل رباعي الداخليه بتساوي 360. يبقى مجموع قياسات الزوايا الداخله لاي شكل رباعي 360. طيب مجموع الزوايا الداخله للمثلث؟ ممتاز، كانت 180. مش احنا قلنا اي مثلث مجموع زوايا الداخله 180؟ طيب اي شكل رباعي في الدنيا مجموع زوايا الداخله 360. يبقى اي شكل رباعي في الدنيا مجموع زواياه الداخله 360 درجه. طيب مثال على طول عشان تفهم. يقول لك يا باشمهندس اوجد بالبرهان قيمه اكس. عاوز اكس ده اهي. طيب اول حاجه انا عندي المثلث اللي هو A B C. يبقى في المثلث A B C عندي زاويه A ب 50 وزاويه B ب 70. طيب زاويه C، اذا زاويه C هتساوي 180 ناقص 70 زائد 50 120. يبقى زاويه C يا باشمهندس زاويه دي كده ب 60. يبقى زاويه C ب 60. طيب اسمها زاويه BCA، يبقى الزاويه اسمها BAC. طيب DCF الزاويه ديت مش دي تقابل دي بالراس. الهندسه بقى مرتبطه ببعضها، اللي ما سمعش الفيديوهات اللي فاتت يروح يسمعها عشان يفهم الدرس ده. مش احنا عندنا الزاويه دي بتقابل دي بالراس، يبقى اي زاويتين متقابلتين بالراس متساويتين في القياس. دي ب 60 يبقى ديت ب 60 درجه. طيب وقلنا اي شكل رباعي في الدنيا مجموع زواياه الداخله 360. يبقى في سي دي اي اف كل ده 360. يبقى زاويه اف اي دي، زاويه اف اي دي هتساوي اللي هي اكس، يعني 360 ناقص 130 زائد 60 زائد 85 يا باشمهندس. طب 130 و60 190 و85 275. يبقى 275. يبقى 360 ناقص 275 كام؟ 85. اذا اكس هتساوي 85. المثال سهل مش صعب. اول حاجه من المثلث جبت زاويه سي، وبعد كده عندنا زاويه بي سي اي، وبعد كده عندنا دي سي اف زاويه تقابلها بالراس، وكل زاويتين متقابلتين بالراس متساويتين في القياس. طيب عاوز زاويه اكس، واحنا عندنا اي شكل في الرباعي في الدنيا مجموع زواياه 360. طيب يبقى 360 ناقص 85 زائد 60 زائد 130 هيديك يا باشمهندس 85 درجه. طيب مثال رقم 2. ما فهمتش دي يا باشمهندس؟ تعالى افهم ديت مثال شبه. اوجد بالبرهان قيمه اكس. عاوز الزاويه دي. طيب مش دول يا باشمهندس على استقامه واحده؟ هتقول لي ايوه يا استاذ. يعني ايه على استقامه واحده؟ يعني مجموعهم 180. يبقى 3 واي ناقص 43 زائد واي زائد 15. كل ده ب 180 يا باشمهندس. دي زائد ديت كده مجموعهم 180. طيب جمع الواي مع بعضه والارقام مع بعضها. 3 واي زائد واي يبقى 4 واي ناقص 43 زائد 15 هيبقى كام يا باشمهندس؟ يبقى سالب 28. كل ده بيساوي 180. طيب يبقى ال 4 واي هتساوي 180 زائد 28. يبقى 4 واي هتساوي 208. يبقى الواي هتساوي 52 درجه او 52. يبقى الواي يا باشمهندس 52. روح بقى عوض هنا، شيل الواي حط 52. يبقى 52 زائد 15 67. يبقى دي كده كلها ب 67 خلاص. يبقى دي كلها ب 67 ايه درجه. طبعا عاوز اكس، مش اي شكل رباعي في الدنيا 360. يبقى 360 يبقى قيمه اكس هتساوي 360 ناقص 67 زائد 120 زائد 80 يا باشمهندس هتساوي، نحسبوها بالاله ونجيبوها.
طلعت يا باشمهندس 93. اذا قيمه اكس ب 93 درجه. دول مثالين سهلين، هو درس سهل جدا، بس الفكره في الاشكال الرباعيه الخاصه اللي انا هاخدها دلوقتي علشان مهمه جدا جدا. ما سرحش الفيديو وبالراحه عشان يفهموا متوازي الاضلاع وشبه المنحرف مع بعض. يلا بينا يا باشمهندس. بعد كده بقى يا باشمهندس شبه المنحرف. ركز معايا، ده من الحالات الخاصه. عندنا شبه المنحرف متوازي الاضلاع، هناخده في السبوره دي شبه المنحرف ونفرموه، في السبوره اللي بعديه باذن الله متوازي الاضلاع. قال لك شبه المنحرف هو شكل رباعي فيه فقط ضلعان متوازيان. يبقى شكل رباعي، شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان يا باشمهندس، وده شكل شبه المنحرف. طيب قال لك فيه فقط ضلعان متوازيان، يا ده متوازي يا يبقى التانيين متوازيين. طيب قال لك عندنا حالتين خاصين لشبه المنحرف، يا اما شبه منحرف متساوي الساقين يا اما قائم الزاويه. يعني ايه متساوي الساقين؟ اما اقول لك مثلث متساوي الساقين تقول لي فيه ضلعين متساويين. طيب هنا برضو شبه منحرف متساوي الساقين فيه ضلعين غير المتوازيان متساويان. دول المتوازيين مش هيساووا بعض، اما دول بيساووا بعض، اللي هو الاي دي هتساوي البي سي، هتساوي البي سي. طيب كده عرفنا شبه المنحرف متساوي الساقين فيه ضلعان متساويان. طيب قائم الزاويه احدى زواياه قائمه، قائم الزاويه احدى زواياه قائمه، اهي دي الزاويه القائمه يا باشمهندس. قائم الزاويه في ايه؟ في بي. طيب تعالى خد مثال وشوف الاسئله بتيجي ازاي، والاسئله بتبقى سهله وواضحه. بيقول لك امامك شبه منحرف متساوي الساقين، اوجد قيمه A وقيمه B. يلا طيب تساوي الساقين يعني الضلعين غير متوازيان، ده السي دي يوازي الاي بي. طيب يبقى الاي، يبقى السي بي هتساوي الدي اي. طيب السي بي طوله A زائد 9 هتساوي 2A زائد 3. بس كده يا باشمهندس، ودي الاي للاي والارقام الارقام. انت مشكلتك في حل المعادلات، انت مشكلتك ما بتعرفش تعدي بعكس الاشاره وتودي الارقام مع الارقام. مش مشكلتك رياضيه ولا فهم، مشكلتك اللي انت مش متاسس كويس. طيب يبقى هودي الاي ل 2A هتبقى 2A ناقص A هتساوي 9 ناقص 3. 2A ناقص A هتبقى A هتساوي 6. اذا جبت الايه ب 6. طيب مش انا عندي ايه يا باشمهندس حرف يو؟ مش انا قلت لك اللي انت مش متاسس ومش مذاكر الدروس ورا بعضها، علشان كده مش عارف تحل. لازم تركز ولازم تكون عارف الاساسيات ولازم تكون مذاكر المنهج كله ورا بعض. طيب وانا شارح لك المنهج كله بطريقه سهله وبسيطه. دي يا باشمهندس يو يعني مجموعهم 180 طلع منها 27 127. يتفضل زاويه بي، يبقى زاويه بي هتساوي 180 ناقص 127 يبقى هتساوي 53. طيب زاويه بي ب 53. طيب ما بقول لك دي 36 زائد بي، دي بي يا باشمهندس 36 زائد بي، كل ده هيبقى بكام؟ 53. طب انا عاوز البي هتساوي 53 ناقص 36 هتطلع ب 17 يا باشمهندس. يبقى جبت الاف 6 والبي ب 17. ده شبه منحرف متساوي الساقين، خدت الضلع ده سويته بالضلع ده وجبت ايه؟ وقال لك اللي انت من اول درس دي يو اهي يو، مش دي يو زاويتين متداخلتين مجموعهم 180 كلام مظبوط. طلع منها 127 اتفضل 53. ال 36 زائد بي ب 53 ودي وجيب معادله يبقى البي 17. يلا بينا بقى نفرم متوازي الاضلاع زي ما فهمنا شبه المنحرف. يلا بينا. بعد كده بقى يا باشمهندس متوازي الاضلاع. اول حاجه يعني ايه متوازي اضلاع؟ قال لك لازم فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان، كل ضلعين متقابلين متوازيان. يعني الضلع دي سي يوازي الاي بي والضلع بي سي يوازي الاي دي، يبقى كل ضلعان متقابلان متوازيان. ادي عندك متوازي اضلاع، كل ضلعان متقابلان يعني اللي فوق بيوازي اللي تحت واللي على الجنب بيوازي اللي على الجنب، يبقى ده كده متوازي اضلاع. طيب خواص متوازي الاضلاع هامه جدا جدا جدا، هامه جدا الى ما لا نهايه يا باشمهندس. ركز معايا في الخواص
هشرحها لك على متوازي الاضلاع اللي رسمه لك الجميل ده، وسهله، هم 4 خواص سهلين. اول حاجه كل ضلعان متقابلان متساويان في القياس. يعني ايه كل ضلعان متقابلان؟ يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت. يعني الدي سي بيساوي الاي بي، صعبه، والسي بي بيساوي الاي دي، والاي دي بيساوي البي سي. يبقى كل ضلعان متقابلان متساويان في القياس، يعني اللي فوق بيساوي اللي تحت، واللي على اليمين بيساوي اللي على اليسار. طيب كده فهمنا اول خاصيه. صعبه؟ لا والله. القطران ينصف كل منهما الاخر. القطران يعني ايه قطر يا باشمهندس؟ من راس الى راس، هذا قطر نص، وهذا القطر. يعني ايه ينصف كل من الاخر؟ يعني القطران متساويان، يبقى القطران في متوازي الاضلاع متساويان في القياس. يعني الاي سي، القطر اي سي بيساوي القطر دي بي. يبقى القطر اي سي بيساوي القطر اي بي دي بي. يبقى اول حاجه كل ضلعان متقابلان متساويان في القياس. ثاني حاجه القطران ينصف كل منهم الاخر. يعني ايه ينصف؟ يعني متساويان في القياس، متساويان في القياس يا باشمهندس. كده خلصنا ثاني خاصيه. طيب ثالث خاصيه كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. يعني ايه متقابلتان؟ فاكر لما كنا بنقول زاويتين متقابلتين بالراس متساويتين في القياس؟ ايوه، كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. يعني الزاويه سي بتساوي الزاويه A، يبقى الزاويه سي هتساوي الزاويه A، والزاويه B شاطر بتساوي الزاويه دي. يبقى كل زاويتان متقابلتان متساويتان في القياس. يعني الزاويه سي، الزاويه ديت بتساوي دي في القياس، والزاويه دهيت بتساوي دي في القياس. طيب يبقى ثالث خاصيه فهمناها. طيب اخر خاصيه كل زاويتان متتاليتان متكاملتان او مجموعهم 180. كل زاويتان متتاليتان يعني ايه تتالي؟ يعني ورا بعض، يعني دي ودي او دي ودي او دي ودي او دي ودي مجموعهم 180. يعني زاويه سي مثلا زائد الزاويه بي بيساوي 180 درجه، او الزاويه بي زائد الزاويه A هتساوي 180، او الزاويه A زائد دي 180، او دي زائد سي 180. اي زاويتين متتاليتين مجموعهم 180. يلا بينا نراجعهم. اول حاجه كل ضلعين متقابلين متساويين في القياس، يعني اللي فوق بيساوي تحت واليمين بيساوي الشمال. ثاني حاجه القطران ينصف كل منهم الاخر، يعني متساويان في القياس. ثالث حاجه كل زاويتين متقابلتين متساويتان في القياس. رابع حاجه كل زاويتين متتاليتين مجموعهم 180 او متكاملتين. احفظهم لي عشان مهمين جدا جدا. يلا بينا ناخدوا مثالين حلوين. ما فهمتش هنا هتفهم هنا باذن الله، وباذن الله هتفهم هنا. بيقول لك امامك متوازي اضلاع، اوجد اكس وواي. بص يا باشمهندس، مش احنا لسه قايلين كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس؟ يبقى الزاويه سي بتساوي ايه؟ يبقى 2 اكس هتساوي 3 اكس ناقص 50. بس كده انت كده جبت الاكس. ودي وهات يلا، ودي ال 2 اكس هنا وهات ال 50 هنا. يبقى 3 اكس ناقص 2 اكس هتساوي 50. اذا الاكس هتساوي 50 يا باشمهندس. خلصنا. كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس رقم 3. طيب انا عاوز واي. قلنا كل زاويتين متتاليتين، مش سي زائد بي ب 180. طب السي بكام؟ ب 3 اكس ناقص 50. طب ما احنا جايبين الاكس بكام؟ ب 150. يبقى 3 في 150 يعني 150 ناقص 50 يبقى 100. يبقى 100 زائد واي، كل ده ب 180. مش هي ال 100 دي زاويه سي زائد واي اللي هي بي؟ يبقى الواي هتساوي 80 درجه. هتقول لي عملت ايه؟ 180 ناقص ال 100 يا باشمهندس. ادي انا جبت اكس وواي. اكس كل زاويتين متقابلتين متساويتين في القياس، واي كل زاويتان متتاليتان مجموعهم 180. طيب ما فهمتش هنا؟ تعالى يا باشمهندس تفهم هنا. بيقول لك اوجد اكس وواي. كلام حلو. اول حاجه يا باشمهندس هنا كان مديك زوايا، هنا اداك اضلاع. هنا كان مديك زوايا، هنا اداك اضلاع. كل ضلعان متقابلان متساويين في القياس. يبقى 2 اكس الضلع دي سي اللي هو 2 اكس هتساوي 4 اكس ناقص 7. طيب ودي وهات يلا. يبقى 4 اكس ناقص 2 اكس ب 2 اكس هتساوي 7.
يبقى الاكس يا باشمهندس ب3 ونص. انت مشكلتك لخامس مره اللي انت مش عارف تودي وتجيب بس كده. طيب احنا خدنا الضلع اللي هو اي بي بيساوي الدي سي. طيب الضلع دي واي بيساوي السي بي، يبقى الواي ناقص 5 هتساوي 5. بس انا عاوز الواي هتساوي 5 زائد 5 هتساوي 10 بس كده. جبت الواي ب 10 والاكس ب3 ونص. في اي صعوبه؟ في اي صعوبه يا باشمهندس؟ لا والله. راجع السبوره الجميله ديت، سبوره فيها كل حاجه، كاتب لك لميت لك كل حاجه متوازه. فاضل لنا حاجه واحده بس، امتى تعرف ان ده متوازي اضلاع؟ يجي لك اي شكل امتى تقول على ده متوازي اضلاع؟ ونبقى قفلنا الدرسين على كده. يلا بينا. بعد كده بقى يا باشمهندس، امتى يكون اي شكل رباعي في الدنيا متوازي اضلاع؟ اذا اتحققت واحده من الخمسه دول. لو واحده بس اتحققت يبقى اذا الشكل ده متوازي اضلاع. اول حاجه اذا توازى فيه ضلعان متقابلان، يعني اللي فوق ده سوى اللي تحت ده، يبقى كده ده متوازي اضلاع. طيب اذا تساوى فيه ضلعان متقابلان، يعني اللي فوق ده بيساوي ده. طيب اذا تساوى فيه ضلعان متقابلان وتساوي، يعني كده يوازي وبقى متساويين. طيب اذا توازى ضلعان وتساوي بالقياس، اذا نصف القطران كل من الاخر، يعني لو عندنا متوازي اضلاع يا باشمهندس والقطر ده نصف ده يبقى متوازي اضلاع. طيب اذا تساوى قياس زاويتين متقابلتين في الراس، يعني الزاويه دي بتساوي ديت، يبقى كده ده متوازي اضلاع، ودي بتساوي دي. الشروط اللي احنا قلناها الاربعه في السبوره اللي فاتت. طيب بيقول لك اوجد قيمه A و B بيقول لك اوجد قيمه A و B التي تجعل الشكل الرباعي متوازي اضلاع. اول حاجه يعني بيقول لك ان كل ضلعان متقابلان وكل زاويتين مختلفتين مجموعهم 180. طيب دي بتساوي دي، يبقى 2B ناقص 3 يبقى 2B ناقص 3 تساوي 5، يبقى ال 2B هتساوي 8، يبقى البي هتساوي يا باشمهندس البي 4 بس كده. طيب الايه دي زاويه ودي تساويها، يبقى A زائد 120 كل ده ب 180، يبقى الايه يا باشمهندس هتساوي 60 درجه. ديت الشروط. انا افترضت ان دول زاويتين متساويتين مجموعهم 180 هيبقى متوازي، وكل زاويتين متقابلتان متساويتين في القياس، يبقى طول الضلع ده بيساوي طول الضلع ده، وطول الضلع ده بيساوي طول الضلع يا باشمهندس. تمام؟ بس كده يا باشمهندس. درسنا كان درس جميل، شيره مع كل اصحابك. ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو مع كل الناس. مستنيين الفيديو جاي كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.